صارت تترك الفطرة الطبيعية للأم اللي هي الرضاعة الطبيعية. بعدكم على الرضاعة الطبيعية؟ هاي وين الدنيا وين وصلت؟ وهاي انتم وين بعدكم؟ إنه الحليب الطبيعي هو الحليب الوحيد بالعالم اللي يتغير بناء على حاجة الجسم. يقول هاي ترضعين ابنك، ترى الحليب مال الأم يخلي الطفل يكون ضعيف. الأم المصرة اللي عندها ثقة كافية راح تنجح. إعلانات اليوم المتداولة بالسوشيال ميديا أو حتى سواء بالتيفي اللي تشوفها الأم ممكن تأثر على قراراتها؟ الجسد راح يتغير بكل الأحوال، يعني رضعت أو ما رضعت، التغيير الهرموني اللي راح يصير ما بعد الولادة راح يخلي الجسم يتغير. شلون تعرف إنه هو ممكن يبكي مو بسبب إن هي دا ترضعه، أو ممكن إن هو دا يتأذى من موضوع معين؟ موضوع إنه أنا كل ما انطيت حليب طبيعي أفكر إنه طفل ضعيف، بس ما أفكر إنه طفل صحي بياخذ غذاء حقيقي. شو وقت الأم تحس إنه هي حاليا في مرحلة تحتاج استشارة أو شخص مختص؟ وطبعا إذا تشوفين شركات تسويق الحليب تركز على الأماكن اللي الأم تروح لها هواية، خصوصا بمرحلة إن هي دا تجهز راح تولد، تشوفين يستهدفون المستشفيات، يروحون المراكز الصحية. ورجعنا بحلقة جديدة ويا شلونك، لكن هالمرة الموضوع كلش حساس وممكن يسبب مشاكل كبيرة خاصة داخل العائلة. راح نحكي اليوم عن الرضاعة الطبيعية والصناعية وضغوطات المجتمع وضغوطات اللي تعرض لها الأم من قبل الأسرة بهذا الموضوع، وهل هم يحق لهم يتدخلون بهذا الشيء أو لا. طبعا ضيفتي اليوم شخصية كلش راقية وبنفس الوقت هي اختصاص بهذا المجال، راح تشرح لنا هواي تفاصيل وراح تتكلم لنا أكثر عن شنو الصح وشنو الخطأ بهذا الموضوع. شلونك دكتورة بنان؟ الحمد لله بخير. شوفي احنا هو نسمع شلونك باليوم، وهاي صح انا دائما اقولها ويا ضيفاتي اللي موجودات ببودكاست شلونك، بس احنا دائما نقول شلونك انتي المجردة من كل شيء. صح، أكو شلونك عميقة هيك إيه. تحسيها مستك. صح. فشلونك انتي؟ الحمد لله بخير. من الداخل نفس الحالة؟ أكيد نحمد الله بكل الأحوال دائما. طبعا احنا لولا الامتنان والحمد هواي اشياء ممكن ما شفناها بحياتنا، لان الرضا الداخلي والقناعة شيء كلش مهم صراحة. طبعا طبعا. دكتورة أني من خلال متابعة صفحتك شفتك أنت كلش هواية تسوين توعية، وهذا الموضوع احنا كلش نحتاجه بخصوص التغذية، الرضاعة الطبيعية، رغم اكو ناس تعارض وناس توافق على هذا الموضوع. فشلون اليوم المجتمع والعائلة خاصة تأثر على الرضاعة الطبيعية ويا الأم؟ طبعا هو موضوع الرضاعة الطبيعية هو مو بس عائلة اختارت إنه تقدم غذاء صحي لطفلها، لا، هو هذا قرار مليان عاطفة، والمجتمع والأهل هم شركاء به. مم. يعني احنا من دا نحكي عن على مستوى عائلة، مم. الأم قررت إنه هي تقدم الرضاعة الطبيعية، أي. فدعمهم لهاي الأم هو شيء أساسي. إذا هي أقربائها من الدرجة الأولى، الأم، الأخت، الزوج، ما جدة. كانوا الجدة أي. ما كانوا داعمين، راح تبقى هاي الثقة مهزوزة إنه أنا مو كافية. يكون عندها تردد. طبعا هذا التردد، طبعا هو أنا شنو أقول لهم دائما للأمهات، أقول لهم الشك هو عدو الرضاعة الطبيعية. مم. لأنه إحنا دا نحكي عن قرار 90% من عنده هو إصرار. الأم المصرة اللي عندها ثقة كافية راح تنجح. 10% من عنده هو إدرار. يعني الأماية دائما شنو قلقها؟ إنه الحليب غير كافي، أنا ما دا أقدر أقدم اللي يوصل الطفل للشبع. فأنتي متخيلة إنه الإصرار غلب حتى على الإدرار. فإذا هي ما عندها الإصرار الكافي ودا تبقى تحس إنه أنا مدى أنطي اللي يحتاجه طفلي، هاي مم. الثقة المهزوزة ويا أبسط رأي ويا أبسط تأثير من الأهل راح تخلي الأم تتراجع، وهنا أنا راح تقدم الحليب الصناعي، وما عاد قرار الرضاعة مم. الطبيعية هو القرار اللي مشت به. زين دكتورة، هو هذا الشيء كان فطري موجود، هو طبيعي. ليش الفترات الأخيرة وخاصة يعني الإنسان كل ما يتطور يكون عنده إدراك حقيقي تجاه الأشياء اللي يريدها والصحية تجاه طفله، ليش من بلشت الناس يصير عندها وعي أكثر، تطور أكثر بالمنتجات بالتفاصيل، صارت تترك الفطرة الطبيعية للأم اللي هي الرضاعة الطبيعية؟ إيش قد سؤال حلو. تعرفين الفطرة هي جزء من الرضاعة. مم. الموضوع فطري، نعم، إنه أنا أجيب الطفل أخليه على الثدي أحاول وياه، مم. بس هل يا ترى إنه أنا بس أعتمد على الفطرة؟ هنا أنا الجواب لا. لأنه إذا مم. أنا أعتمد على الفطرة فقط، ما كان إنه إحنا شفنا هواي أمهات يواجهون مشاكل بالرضاعة، مم. ما كان شفنا إنه أكو أمهات تقول لك سويت كل شيء
بس ما قدرت أكمل. مم. فالصعوبات موجودة وهي حقيقية، لذلك أكو علم، أكو اختصاص بالرضاعة، مم. أكو ناس ممكن يساعدوك حتى تحققين هاي صح. التجربة بشكل صحيح. فإحنا ما نقدر نعتمد فقط على الفطرة. مم. ثانياً أكو جانب ثاني ما نقدر نهمله، إنه صار أكو تسويق، صار أكو دخول الحليب الصناعي، صار مم. أكو ضغط، طبعاً ضغط من الأهل هم نعم. كبار. وأكو جانب يمكن ما ينحكي عنه، إنه الأمهات مثلاً اللي هم مثلاً خلال فترة الحصار أجبروا على الرضاعة الطبيعية، هم حالياً صاروا تقريباً جدات، تمام؟ مم. هم نفسهم ذولي حالياً هم أكثر المعارضين للرضاعة، لأنه هي من ممكن من حبها لهاي الأم اللي مم. مقابلها لا ترضعين، لا تنطين، صح. حتى لا تمر بنفس التجربة اللي هي مرت بيها. صح. يعني إحنا صار عندنا انطباع عن الرضاعة تقييد، ما راح تقدر تعيش حياتها، ما راح تقدر تطلع، ما راح تقدر تطب، وهاي ودائما الجملة تهمين إنه ممكن جسدها يتغير وراح ياخذ من صحتها وراح تتعب نفسيتها. الجسد راح يتغير بكل الأحوال. يعني رضعت أو ما رضعت، التغيير الهرموني اللي راح يصير ما بعد الولادة مم. راح يخلي الجسم يتغير. يعني نعم. حتى الأمهات اللي أخذوا قرار الرضاعة الصناعية من اليوم الأول، يعني نهائي ما رضعت طفلها، تمام، مم. راح تعاني من ترهل الثدي، نعم. راح يصير تغيرات بجسمها مو مثل قبل. ولا تنسين العمر إلى أثر، مم. تكرار الحمل إلى أثر، نعم. حتى لو الأم ما رضعت ولا طفل التغيير موجود. صح. زين، شنو ممكن أكثر كلمة دائما تسمعها الأم تخليها تشك بنفسها؟ أكيد من خلال الاستشارات اللي تجيك والأسئلة، شنو أكثر شيء دا يشكون من عنده؟ بصراحة يعني أكثر شغلة أشوفها ويا الأمهات هي الشك، مثل ما قلت لك إيه. يعني قبل شوية، إنه الشك يدمر الرضاعة. لو على بساطته يخلي الأم دائما إيه. تفكر إنه أني خلي أجيب حليب صناعي، خلي مم. أخلي جوا إيدي، مم. أخاف كلامهم صدق، أنا مدى أكون كافي، أخاف مدى إيه. أنطي زين، ليش دي بجهالقد، تمام. هاي صار ده الأثر وسواس. وسواس بالضبط. هذا الوسواس يبدي يكون تراكمي، شوي شوي الأم تفكر إنه اللي دا أنطيه احتمال مو كافي، وتبدي توهز، لأنه دا تشوف الطفل رضعاته متقاربة، الطفل رضعاته متكررة، خلال الساعة ممكن دا يرضع أكثر من مرة، ممكن أسباب هواي للبكي هي مم. ما تعرف إنه مو كل بكي مو معناته السبب. حاجة لطلب صح. الحليب. فلأنه أنا ما عندي علم كافي كل هاي النقاط، زين. راح أقدم الحليب الصناعي وما راح أقدر أستمر بهاي التجربة، خصوصا الست أسابيع الأولى. هاي احنا نعتبرها الحجر الأساس بالرضاعة الطبيعية. يعني دخول الرضاعة المشتركة أو الرضاعة المختلطة، أو إنه الأم يلا هي ممة باليوم بالليل راح أنطيها، حتى ما راح يأثر حتى عليه، بس يسكت. حتى بس يسكت، حتى ينام نومة عميقة. شوف هاي إيه. الجمل كلها أسمعها خلال آه. الاستشارات، بس بالحقيقة هو ممة واحدة كافية على إنه هي تأثر على تجربة الأم بفترة الرضاعة الطبيعية، خصوصا بالفترة الأولى. صح. وش تيدك؟ زين، شلون ممكن هي تاخذ قرار لحالها وحدها؟ شلون تبتعد عن هاي الضغوطات، خاصة صراحة الأم، أو اللي خاصة اللي بالطفل الأول؟ مهم. أكثر نصائح راح تاخذها هي من الأم، صح. والأم تحاول تنقل تجربتها ممكن، والخالة ممكن تتدخل، مم. والبيبية وأم زوجها. هاي التفاصيل كلها شلون هي تقدر تطلع من هاي الأسئلة كلها والدوامة؟ جزء كبير هو المعرفة، إنه أنا أتعلم عن الرضاعة، أتعلم شو مم. الطفل دا يشبع، أتعلم أسباب البكي، أبدي أحصر إنه علامات الإشباع، شلون مم. أتأكد إنه الحليب اللي عندي كافي، إذا هو كان قليل شلون أعالج الموضوع، شلون أتابع الطفل خلال اليوم. مم. يعني هو مو موضوع رضعة وحدة، الطفل راح يرضع كل ساعتين إلى 3، تمام. شيء طبيعي. وهذا الشيء طبيعي، تمام. وأحيانا خلال أيام نسميها أيام طفرات النمو، ممكن الطفل خلال الساعة يرضع أكثر من مرة، تمام. مم. هي أيام محدودة، بس سبحان الله بعدها الطفل راح يصير عنده طفرة سريعة بالنمو، فلهذا ما نسميها شاء أيام الله. طفرات النمو. الطفل راح يكسب نعم. وزن خلالها يعني بشكل أعلى. بس هذه كلها الشكوك أنا شلون أعالجها؟ أعالجها بالمعرفة، إنه أنا صار عندي علم، أقرأ أتعلم خلال فترة الحمل. هذا الشيء إحنا للأسف هاملين بمجتمعنا. صح. يعني لو كل أم تحصل على معرفة كافية خلال فترة الحمل، هذا راح يخلي الكلام اللي أسمعه ما بعد الولادة ما يهزني، لأنه أني صار عندي علم. مم. ثانياً شايفة الآراء اللي أسمعها بعد الولادة، رأي من أمي يختلف عن رأي من حماتي، رأي من أختي، رأي من مرت أخويا. مم. هي الآراء تشوفها الأم متضاربة، مم. وأقعد أجرب. وهذا اللي يصير بالطفل الأول، إنه أنا أقعد أسمع رأي منا رأي منا، أبقى مهزوزة. وين يلا تجينا الأم لاستشارة الرضاعة تقول حيل هاي أنا وين كنت؟ مم.
قولها الطفل الأول بالغالب هذا الوضع، لأنه الأم ما تعرف إنه أكو شخص ممكن يساعدها، بس مع تكرار التجارب الأم هنا صار عندها معرفة، والتجربة الأولى صارت مثل الدرس، أنا تعلمت من خلاله حتى ما أعيد نفس الغلط. تمام. طبعا الأم بالتجربة الأولى ما تنطي يعني أهمية كبيرة، لأنه هي لازم تتعلم، لازم تعرف قبل لا تصير الولادة. بالتجارب اللي بعدها لا، تصير مثلا تشوف مقالة عن الرضاعة، لا تقرأ حتى تعرف وين الخلل اللي صار، بحيث إن هي تقدر تعالجه على المرة الثانية أو المرة الثالثة حتى تقدر تنجح بهذا المشوار. صح. المشكلة اليوم الناس تاخذ معلوماتها من الريلزات، الفيديوهات القصيرة، من تجارب الآخرين اللي هي ممكن ما تطبق على حياتها، فتقول لك مو هو فلان مجرب هذا الشيء وشفته صح. فهنا راح نرجع من اللي سمعته وقال لي وهيك نصحني، فشنو الخرافات اللي متكررة واللي الناس قاعدة تتبعها لكن هي مو صحيحة؟ بالبداية خلي أحكي لك شوية على أثر السوشيال ميديا. يعني أنا أحيانا ما ألوم الأمهات، يعني تجي ريل يحكي لي معلومة أقلب الريل اللي بعده ينطيني معلومة عكس الريل الأول، وهكذا يعني آراء متضادة. كل وحدة تحت شكل. أحيانا أكو بيجات وصفحات اللي خلينا نقول صاحب الصفحة أو صاحب التجربة هو دي ينقل تجربته، بس هو ما دي يحكي علم فعلي حقيقي أو دي ينطيني معلومة حقيقية أنا أقدر أعتمدها كأم. فالأم المفروض تعرف إنه أنا دا أعتمد على تجربة عشوائية، لو أنا دا أعتمد من شخص مختص دا أخذ هاي المعرفة. بالنسبة للخرافات، الخرافات قبل كانت تتناقل من بيت البيت، قاعدة عصرونية، جلاس شاي ما بين النسوان مثلا، ببيت الجوارين أو بيت العائلة. حاليا لا، السوشيال ميديا ممكن معلومة غلط تنتشر توصل ملايين، ممكن تنتشر على نطاق أوسع. يعني المعلومة الحقيقية مثل ما السوشيال ميديا ساعدت على أنه توصل المعلومات الصحيحة، توصل الثقافة الصحيحة، للأسف هي هم نشرت هواية من التجارب الغير صحيحة، من المعلومات المغلوطة. فحتى مسألة الخرافات بزمن السوشيال ميديا هو أيضا في زيادة، يعني ما قل عن قبل. مشكلة. زين، طبعا أنا دائما أسمع كلمة، وحتى يعني من المقربين أو اللي عندهم أولاد يقول هاتي ترضعين ابنك، ترى الحليب مال الأم يخلي الطفل يكون ضعيف. هاي هل جملة هذا الشيء شائعة. شيء صحيح؟ هو طبعا ماكو شيء رب العالمين يسويه وهو يكون غير كافي. وحتى لو كانت الأم خلال الفترة الأولى تعاني من صعوبات، الحليب القليل ممكن يزيد، يعني هو دام هو موجود ممكن يتحفز. تمام. بس الفكرة إنه إحنا كل ما ابتعدنا عن يوم الولادة فرصة هذا التحفيز راح يكون أضعف. يعني أنا أجي صار مشكلة الرضاعة أسبوع، غير ما إنه يمر شهر، يمر شهرين، يلا أني أفكر إنه أحل المشكلة. كل ما كنا أوكد كل ما حيكون تجاوب الجسم أحسن. موضوع إنه أني كل ما انطيت حليب طبيعي أفكر إنه طفل ضعيف، بس ما أفكر إنه طفل صحي ياخذ غذاء حقيقي، غذاء يناسب حاجة جسمه. يعني أكو معلومة ما يعرفوها الأهل، إنه الحليب الطبيعي هو الحليب الوحيد بالعالم اللي يتغير بناء على حاجة الجسم. الطفل يطلق لعاب يدخل داخل مسام الحلمة، سبحان الله جسم الأم يدفع حليب بما يناسب حاجة هذا الطفل. الله. وحليب يتغير من اليوم اللي هو بيزين وما عنده مشاكل إلى اليوم اللي هو متلقح، متمرض، متوجع. مباشرة جسم الأم يدفع أجسام مناعية، يدفع أجسام مضادة، حتى جسم الطفل يتعافى فترة سريعة. طبعا حتى يختلف بين فترة الليل والنهار. حليب الليل يكون بيه دسم أعلى حتى يساعد الطفل ينام، حليب النهار يكون بيه كمية كورتيزول أعلى حتى يكون الطفل نشط، يقعد أكثر، يكون يعني نوعا ما نشط أكثر من فترة الليل. فسبحان الله هذا الشيء ما متوفر بالحليب الصناعي. الحليب الصناعي هي فورمولا وحدة، نفس التركيبة، من عمر يوم إلى عمر 6 أشهر، وفارق بسيط جدا ما بين رقم 1 ورقم 2 اللي هو ينطي ما بين عمر 6 أشهر إلى عمر سنة. صح. زين، هل هناك علاقة أو تأثير كلش كبير بين تغذية الأم نفسها، يعني تناولها للطعام أو أنواعه، على الحليب اللي تنطيه للطفل بالرضاعة؟ الأثر قصدك أثر التغذية على الطفل؟ طبعا أكيد. يعني نوعية الأكل اللي تاكله، نظامها الغذائي اللي قاعد تتبعه أثناء الرضاعة. كل ما كان الأكل أكل صحي، إحنا بدنا نحكي عن أكل كافي مو بكميات كبيرة. يعني دائما يقولون
الحامل لازم تاكل عن 2، أي. المرضع انت لازم تاكلين لانه ما حتى تاخذ يدور لك كفايتها حليب، ما بس. تاخذ كفايتها. تمام. فالام تبدي تضغط على نفسها، ممكن هي تكسب وزن بعد الولاده حتى اكثر من فتره الحمل. إمم. بس هنا المفروض احنا نعرف انه الاكل المفروض يكون كافي حتى يغطي حاجتي. تمام. السعرات اللي راح احتاجها خلال فترة الرضاعة ما بين 300 الى 500 سعرة اضافي هي كافية حتى تغطي لي حاجتي وحاجة طفلي من الحليب. فهنا 500 سعرة عن احتياجك اليومي هي كافية حتى انه احنا يصير عندنا حليب كافي بالنسبة للطفل. كل الزين. كثرة وجود الشركات للحليب الصناعي ده تسبب تشتت يمكن كلش كبير للأم اللي تريد تاخذ قرارها بخصوص الرضاعة الطبيعية، شلون تقدر تتعامل ويا هذا الموضوع؟ طبعا شركات تسويق الحليب الصناعي دائما شلون يوصلون للمامية، يكتبون على علبة الحليب أو يكون ضمن الإعلان إنه الحليب الأقرب لحليب الأم، الحليب الأقرب تركيبة لحليب الأم، ويخلون فد إمم. صور وفد أشكال طفل هيجي فيها مشاعر. عنده إيه. خدود دبدوب أو شكل دبدوب على العلبة. طبعا هذا بس بدول الشرق الأوسط وأفريقيا إمم. يكون هاي طريقة الإعلان. نعم. دول أوروبا وأمريكا ممنوع أساسا إنه يستخدمون هاي الطريقة بإعلانات الحليب. إمم. وموضوع إدخال الحليب الصناعي جدا جدا محدود، لأنه الحليب الصناعي برا سعره كلش غالي. تمام. ومو أي شركة يتصرح لها إنه هي تدخل نوعيات الحليب اللي إحنا نشوفها بكثرة بأسواقنا بالشرق الأوسط. أكو إمم. أنواع بس موجودة توريدها حصري للشرق الأوسط. إمم. فالأم الله يساعدها، يعني هي ويا كل هذا الضغط التسويقي والإعلامي وبالسوشيال ميديا والإعلانات، طبعا هذا يأثر على قرارها ويخليها ممكن تفكر بخيار الرضاعة الصناعية. فعاد هنا يبقى الوعي إنه أنا شنو القرار اللي راح أخذه، قرار إنه يكون صحي أو قرار إنه أنا أدخل رضاعة مشتركة، أو أنا من البداية أختار القرار الحليب الصناعي. طبعا هو قرار خاص، قرار خاص بالأم والأهل. نعم. تمام. بس شوي شوي احنا كل ما زاد الوعي كل ما راح يكون قرار الأم أقرب إن هي تختار القرار الصحي. إمم. وراح أحكي لك فد إحصائية إنه واحدة من أكثر الدول المصدرة للمادة الخام للحليب الصناعي هي نيوزيلندا. بس إمم. ممكن تستغربين إنه عندهم نسبة الرضاعة الطبيعية ما بين 80 إلى واو! 85%. فهم مصدرين للمادة الخام اللي بس تتوزع لكل دول العالم، العالم. ومع ذلك هم مصرين إنه الأمهات تتوعى وتعرف أكثر عن الرضاعة الطبيعية. فمعناته هذا قرار مهم لو مو مهم؟ طبعًا مهم. طبعًا. أكو حيرة دائمًا توقع بيها الأمهات خاصة بالطفل الأول أو بداية معرفتهم بالرضاعة الطبيعية. هو الطفل أثناء الرضاعة يصير يبكي أو إحنا نقول يبكي. هاي. فهي ما تعرف هل هو مدى يكتفي من الرضاعة، هل هي السبب الرضاعة، وتبقى بهاي الحيرة المتداولة بينها وبين نفسها. شلون تعرف إنه هو ممكن يبكي مو بسبب إن هي دا ترضعه، أو ممكن إن هو دا يتأذى من موضوع معين؟ أكو أسباب هواية للبكي، ممكن حران، بردان، ممغوص، غازات، متألم. إحنا مو ويا كل بكي ونقول طفل جوعان. أكو إمم. المفروض عندنا علامات نسميها علامات الشبع، هذه هي مرجعنا. أنا ما دام عندي طفل دايم لي حفاضات زينة من الإدرار إمم. وبشكل متكرر، خروج دا يكون يعني منتظم، وزنه في زيادة، خلاص أنا هنا قطعت الشك من اليقين هذا الطفل إمم. دا يشبع. حتى لو كان البكي متكرر أنا لازم أفكر بالأسباب الثانية اللي هي إمم. غير إنه يكون الحليب غير كافي. صح. بس ممكن هاي الأشياء بسبب الإعلانات المتداولة، الإعلانات اليوم المتداولة بالسوشيال ميديا أو حتى سواء بالتيفي اللي تشوفها الأم، ممكن تأثر على قراراتها؟ طبعًا ممكن تأثّر. تعرفين إحنا كل إعلان نشوفه يبقى بعقلنا الباطن، يعني إمم. شلون هاي فلاش أخذنا صورة، أي. زين، ترجعي له، فلاش يعني باك. كل أي. flash back كل شوي إنه أنا أرجع والله هيك شي شفت، فلان مَمّة شفت، فلان product، فلان إمم. منتج. وطبعًا إذا تشوفين شركات تسويق الحليب تركز على الأماكن اللي الأم تروح لها هواية، إمم. خصوصًا بمرحلة إن هي تجهز راح تولد. تشوفين يستهدفون المستشفيات، يروحون المراكز الصحية، يروحون العيادات اللي بيها أطباء أطفال. ليش؟ حتى إنه مكان ترتاده الأم، صح. فحتى يبقى إن هي هذا تشوف هاي يرجعنا الحليب. نقطة إنه الإعلانات هذه تضغط على الأم بطريقة تجبر الأم إن هي تتجه لهذا الموضوع. هي ما تجبر،
الإعلانات ما تجبر أحد، هذا خيار مفتوح، بس يبقى عاد شنو الشك اللي راح ياخذها للإعلان. دائما شركات تسويق الحليب تعتمد على في الطريقة حتى تجذب الأمهات. إمم. هدية بعد الولادة، قعدتي ولقيتي قطية حليب وياها فد صدرية أو فد إمم. ملحف أو فد شي بسيط عليه اللوجو، تقولين إي والله هذا زين استخدمته. أكيد الشيء اللي دا ينطوه اللي هو الحليب أو إمم. المنتج مزيان، الثاني إيه. هذا حتى إنه هم يوصون للأمهات. فالهدايا واحدة من صح. الشغلات اللي ساعدت إنه يوصلون للأمهات. والشغلة الثانية اللي هو الاتفاقات ويا المستشفيات، يعني الأم صارت تقعد بعد الولادة هم أصلا بادين إن الطفل وهذا بالحليب زاد الصناعي. بالفترة الأخيرة، أنا طبعا هواي سمعت عن الموضوع. طبعا في زيادة أكثر لأنه الأمهات دا إمم. تختار طريقة الولادة القيصرية بهاي فعلًا. الفترات بهذا العصر خاصة أكثر من العصور اللي فاتت، لأنه الأمهات بالغالب كانت ولاداتهم طبيعية، فهي إمم. مجرد ما ولدت تقدر تبدي بالرضاعة. زين ليش دكتورة؟ ليش بالمرحلة الحالية مو هو شايفة الفكرة اللي انتشرت عن الولادة الطبيعية، رعب، خوف. إمم. منو بعده يولد ولادة طبيعية؟ منو بعده يرضع رضاعة طبيعية؟ هاي فكرة قديمة، يعني هسه ترى حتى واحدة من الضغوطات اللي تواجهها الأمهات، ليش بعدكم على الرضاعة الطبيعية؟ هاي وين الدنيا وين وصلت؟ وهاي انتم وين بعدكم؟ فدائما يحسسون الأم إنه أنت دقة قديمة. زين، فالأم تبدي تحس إنه زين أوكي خلّي نجيب، خلّي نحاول، خلّي نجرّب، أوكي؟ وهم حتى تغيّر نظرتهم إنهم والله هذولي بُخلة ما دا يجيبون حليب صناعي، ليش ما دا إمم. يجيبون؟ اللي خليه يصرفون عليه، هذا طفلهم خليه يصرفون، وكأنه اللي دا يقدّم رضاعة طبيعية هي ما دا تصرف من وقتها، من صح. جهدها، من تعبها. زين هنا راح تدخل بمشاعر متلخبطة الأم. شلون راح تقدر الأم بظل هاي الضغوطات والقرارات الكثيرة توازن بين مشاعرها إنه هي ممكن تريد رضاعة طبيعية، وبين الضغوطات اللي دا تكون داير مدارها إنه لا روح التجئ للرضاعة الصناعية وأسهل يا معودة، تريد تطلعين تريد تروحين، ما تظلين شايفة إنه ملتزمة بهذا الموضوع. هو التوازن مهم، يعني هو أنتِ حتلاقين أي قرار راح تاخذيه خلال فترة الأمومة بجانب الضغوطات، ليش هو مرحلة إدخال الأكل ما بيها ضغوطات، إمم. مرحلة الفطام ما بيها ضغوطات، إمم. مرحلة التربية ما بيها ضغوطات، صح. كل جانب أنتِ راح تواجهين ضغط، راح يكون أكو نوعًا ما أحد دا يدفعِك خارج هذا الاتزان اللي مؤثرات، أنتِ. إيه. طبعًا المؤثرات الخارجية موجودة، بس نبقى أول شي لازم يكون عندنا مرجع. الثقافة السليمة مهمة جدًا، كلش إنه هي مهمة. الأم لازم تتعلم، إيه. لازم تتعلم. واحنا مشكلتنا رأسا نصير أم رأسا نسوي طفل ومن دا تحكي ممكن ما تقول لك هذول بطرانين، أنا وين عندي خلق. هي لازم تثقف نفسها حتى تكون مستعدة تكون أم، مستعدة حتى لمرحلة الزواج. أحس إنه إحنا كلش نحتاج بمجتمعنا دورات تثقيفية بخصوص هاي المواضيع. إيش قد ممكن الناس تقول لك أنا أقدر أتعامل وياها، بس لا، هي من الدقيقين بها شيء كلش صعب، ونتائج النفسية على البعيد كلش كبيرة وخطرة. طبعًا. هنا راح نقول إمم. إيش وقت الأم تاخذ الخيار للرضاعة الصناعية. آآ هو الحليب الصناعي إحنا من ندخّله نعامله معاملة العلاج، معاملة الدواء، فعلا. يعني أكو حالات يستوجب بها دخول الحليب الصناعي مم. كدخول علاجي، يعني إحنا محتاجينه. مم. فأحيانًا ترى الإصرار على الرضاعة الطبيعية إنه أنا إلا رضاعة طبيعية وتكون الحالة هي تستوجب إنه ندخّل بهاي المرحلة حليب صناعي لسبب، تمام؟ فإذا نحكي عن الأسباب اللي لازم ندخّل بيها الحليب الصناعي، ممكن إنه الطفل لفترات طويلة صار عنده فشل بزيادة الوزن، مم. ممكن بهاي الحالة الأم فعليًا عندها مشكلة تتعارض مع إدرار الحليب، خصوصًا المشاكل اللي الغدة النخامية أو مم. غيرها. أكو سيدات ممكن صار عندهم عمليات بالثدي، وتكون ما ممكن تقدر. نعم تتعارض مع الرضاعة الطبيعية، بس بشكل عام مش قد نحكي عن نسبة 1%، يعني مو 2%. نسبة لا كبيرة. أبدًا مو مم. نسبة كبيرة. إحنا نحكي عن المعظم هم قادرات مجرد الولادة إنه تبدي بالرضاعة الطبيعية، بس للأسف مثل ما قلت لِك خلال هاي صح. السنوات اللي فاتت السيدات خلال الفترة الأولى ياخذون حبوب مم. تنشيف الحليب حتى ما تكمل هذا المشوار من البداية. صح. زين بعد ما نتخطى مرحلة الرضاعة الطبيعية، إيش وقت تبلش الأم تعرف إنه هو هذا الوقت المناسب حتى تبلش تنطي طفلها الأكل؟
مرحلة دخول الأكل تقريبا هي تبدأ ما بين عمر 4 إلى 6 أشهر. مم. أكو مدرستين بدخول الأكل، أكو مدرسة تشجع لأنه مجرد ما الطفل يعبر الأربع أشهر ممكن ندخل الطعام الصلب. وأني مع المدرسة الثانية اللي هو إنه إحنا الطفل يوصل إلى 6 أشهر كاملة يلا نبدي بإدخال الأكل الصلب بعد ما يكون وزن الولادة تضاعف، الطفل قادر على إسناد الرقبة، عنده حب إنه يلزم يتعامل ويا مم. الأكل، تفاعل موجود خلال مرحلة إدخال الأكل، هذا كلش راح يساعد على الأم ويسهل عليها هاي المرحلة، لأنه إحنا بالفترة الأولى كل ما استعجلنا بدخول الأكل راح يزيد فرصة التحسس الغذائي، مم. ممكن الجهاز الهضمي عند لازم الرضيع. تكون حذرة بهاي طبعًا المرحلة. لازم تكون حذرة، لإنه ممكن الجهاز الهضمي عند الرضيع يعني بعده ما ما يكون يتحمل. fully ناضج أو مم. ناضج بالكامل حتى يتعامل مع الطعام الصلب نعم. يعني. زين، شنو الأخطاء اللي هي متكررة اللي قاعد توقع بها الأمهات أثناء يعني مرحلة تناول الطعام للأولاد أو دخولهم بمرحلة الأكل؟ نحكي على الشغلات البسيطة بالبداية، بعدين نحكي زين. عن المصايب الكبيرة. أوكي. الشغلات البسيطة هي الاستعجال يعني، ودايمًا أوكي. يستعجلون الأمهات إنه هي حابة جايبت لي الماعون والخاشوقة وش وقت راح نجرب، وضغط هم نطوف واحد من نطوف مي هاي لحد مي هسه وبسكوت موجودة لحد ولو هسه. قليل صار استخدمه والله فواحدة ما من زالت موجودة، ما زالت موجودة وهم وهذا شيء بكثرة. سيء لو؟ طبعًا، طبعًا. هو بالمرحلة الأولى ولحد عمر السنة ممنوع يعني مي العفو ممنوع شكر، ممنوع ملح، ممنوع يعني هذا الشاي وغير هالشغلات اللي بيها كافيين هي ممنوعة بالنسبة للأطفال، تمام؟ والشغلة الثانية إنه إحنا المفروض نتدرج بدخول الأكل، مم. يعني يكون نمشي بيه باية باية، مم. زين؟ فإحنا من ندخل قبل عمر ال4 أشهر أو خلال الفترة هاي اللي هي يعبر ال40 ويصير عمره شهرين وأجي أنطيه الخاش مم. وقف واحتمن حتى أزيد وزنه، هذا الشيء مو صحيح لأنه راح يتعارض ويا رضاعة الطفل، راح يبدي يتأثر إنه الطفل دا يكون شبعان فما دا ياخذ احتياجه من الحليب، نعم. فتبدي يصير اكو مضاعفات ثانية، وطبعا ممكن حتى يأثر على رضاعة الطفل من مم. الأم مو بس من الحليب الصناعي. صح. فالاستعجال ممكن الفترة اللي احنا ندخل بيها الأكل يصير اكو توقعات هواية، يعني أنا أتوقع الطفل ياكل كأنه هو شخص كبير لازم يكمل مم. وجبته للنهاية، لازم إنه يكون مرتاح وما دا يقاوم، مم. هاي بحد ذاتها تسبب للأم ضغط، ز- لأنه تقول ليش ما دا يكمل، ليش ما يكمل الكاسة كلها، لأن هو صح. معدته اكو كلش بي خلل صغيرة. او خاف عده سوء عافية تغذية. هي بدي عندها خوف، زين. بس هي حجم معدة النونو فشي كلش صغير، يعني راح تاخذ احتمال ملعقة ملعقتين بالبداية وبعدين شوي شوي تبدي تتدرج، فأنتِ مم. لا تخافين إنه تشوفين كمية الأكل مم. اللي دا ياخذها بسيطة فبعدين تبدين تضغطين عليه. يعني لازم تبدي ببلش بوجبات منتظمة وصغيرة طبعًا، وتتدرج بالموضوع. طبعًا لازم يكون أكو تدرج، وطبعًا مم. أكو أمهات شو يسوون من تشوفه ما دا يكمل وجبته تبدي تاخذ على نفسها، هنا تبدي تدخّل تلفزيون، مم. شاشات، حتى يصير تشتيت، صح. حتى من يصير تشتيت أنا هنا أدخّل الخاشوقة بحلقه وياكل، هو راح ياكل بس تغصبه على هذا الموضوع. يصير هنا شي شبيه بالإجبار، بعد مم. شوية هو يمتنع عن الأكل أساسًا إذا ماكو شاشات. صح. واعتقد هم لازم انه الام اليوم يكون عندها ادراك ووعي انه شهية الطفل متغيرة غير ثابتة. صح. طبعًا شهية الطفل مثل شهيتنا إحنا ككبار، كل الأيام ناكل بنفس كلهم. الرذم؟ بالضبط نفس الشي الطفل، يوم تسنين، يوم متوجع، يوم متمرض، يوم صحي أموره زينة يكمل وجبته بالكامل، يوم ياكل وجبة من أصل 3، يوم يكمل كل ال3 وجبات، فهو فشي مم. متغير مو شي ثابت. زين، هواي أطفال بهاي المرحلة يرفضون يتناولون الطعام أو ما يقبل ياكل، يعني يصير تقول لك هذا يعاند هو ما عاجبه هاي الأكلة، ومرات حتى تحاول إنه تدخل له أكلات هي مو مناسبة لعمره. هنا المفروض إحنا نسأل الأم، أكو مم. إجبار؟ أكو تشتيت؟ زين شنو يعني أني انطيته بتكرار؟ يعني أكو دراسة تقول إنه أني حتى أعتبر نفسي أني قدمت هذا الصنف وحاولت بيه بما فيه الكفاية، لازم أحاول ما بين 20 إلى 25 محاولة، مم. يعني مو مرة مو 2 مو 10 ما نعم. بين 20 إلى 25 طبعا لصنف واحد، صنف واحد فقط. أوكي. بس أغير ما بين هاي المرة الأولى إلى المرة تبلش ال25. بصنف واحد أولا. أنا دا أحكي عن صنف واحد أني آه. أكرره حتى أقول طفلي حبه لو ما حبه، ها. أوكي. تمام؟ فأحتاج أكرره ما بين 20 إلى 25 مرة يلا أحكم إنه حب هذا الصنف لو ما حبه، لو هو مم. صدق هذا الصنف قافل عليه وما حابه، فموضوع التكرار
هو لازم. ممكن المرة الأولى الطفل نهائي ما ما متقبله، يتقبل ممكن الأكل. أنا إذا مزجته ويا شغلات ثانية تقبله يكون إمم. مختلف، تجاوبه إليه يكون أحسن. وطبعا مع العمر هذا الشيء يختلف، يعني أنا ممكن صنف قدمته على 6 أشهر ما تقبله نهائي، إمم. بس انتظرت من صار عمره ما بين 9 إلى 12 شهر كلش حابة. الأكل بالنسبة للطفل شلون المواسم، موسم يتعلق مثلا بالموز، إمم. ياكل موز موز، بس يوصل فد يمل يوم منه. بعد أنا مليت من يريد عنده ما راح أقدر أستمر به. صح. وهذا راح يستمر طبعا خلال أول سنتين بكثرة. فالأم المفروض تعرف إنه أنا ما دام لحب هذا الصنف أبقى أنوع، بس راح يجي هذا الصنف إلى يوم وهو الطفل بعد وينتهي خلاص. ما يتقبل. زين، تعتقدين إنه الإجبار الطفل على تناول الطعام هو يحل هاي المشاكل؟ أبدًا، بالعكس يعقّدها بزيادة. أنا من أجبر الطفل على يعني الأكل دا أخلي أكو ضغط، الطفل راح يبدي شوي شوي ينفر، زين؟ إمم. وعلاقة الطفل بالأكل مو مثل علاقته بالرضاعة، الرضاعة بالنهاية فترة منتهية، سنة سنتين الطفل راح ينقطع، بس علاقة الطفل ويا الأكل هاي راح تستمر وياه مدى الحياة. فأنا يا أحقق علاقة توكسيك من البداية وخليه يكره الأكل، صح. إما أني أحقق علاقة صحية ويا بهدوء. الأكل تبقى وياه طول حياته. صح. زين، هاي الفترة تاخذ قلق يعني، وتاخذ تفكير كلش هواي من نفسية الأم. شلون الأم تتعامل بهاي المرحلة، ويا هاي المرحلة اللي تمر بيها؟ تقلق، تفكر، ممكن ما تنام، تحس نفسها هي أم مو مثالية، أو ممكن مو كافية لهذا الطفل. وهاي أغلبهم حتى يصير عندهم اكتئاب، يصير عندهم إفراط بالتفكير. شلون راح تتعامل بهاي المرحلة ويا نفسها أو حتى ويا الطفل؟ مريم قلتي جملة، قلتي مو مثالية. مم. أني أحكي لك كأم أي. قبل لا أكون شخص مختص شاف آلاف الأمهات، ماكو شي مثالي أبدًا، أي. وماكو أم تجربتها مثالية 100%. الصعوبات هي موجودة، بس هل يا ترى كل الأيام هي صعبة؟ لأ، أكو أيام تكون كلش صعبة علينا كأمهات، أكو أيام تكون نوعًا ما أسهل، بس الصعوبات هي موجودة. يبقى إنه إحنا شلون نتعامل ويا أي. الصعوبات، أكو أيام نتقبلها، أكو أيام أي. نحاول نحل المشكلة، نحاول إنه مثلًا نتعلم أو نعرف ليش إيش دا يصير وياه. ممكن هو متمرض ما دا يتقبل خلال هالفترة، ما أضغط عليه، راح ياخذ فد 10 أيام أي. أسبوعين يتحسن، ترجع شهيته مثل أول، تقبل الأكل أحسن. من أستمر أني أضغط، أنا دا أسوي مثل العقدة، هاي العقدة أبدي أكبرها، ويا كل ظرف دا يصير أسوي إجبار وأسوي ضغط، لأنه أني بس دا أفرغ مم. القلق اللي دا يصير عندي على هذا الطفل الصغير والخطية، هو ما له ذنب، أي. صح. بس صار هو شلون متنفس بالنسبة إلي. فالمفروض أني شوية أعالج الموضوع من يمي. أني مم. قلقي هو بحد أي. ذاته يحتاج إنه أنا أتعامل وياه بشكل صحيح. صح. زين دكتورة، شلون دا تعاملين ويا الاستشارات؟ أنا أعرف إن أنتِ تاخذين استشارات للأمهات، أريد أعرف أكثر عن الموضوع هذا. موضوع الاستشارات أي. والمشروع بصراحة مالتكم أنا شفت هذه بسمة. بسمل. بسمة شفته. بسمل هو مشروع من الأمهات للأمهات. أي. آمم، أني ومامي ثانية دكتورة سارة، إحنا من فكرنا بمشروع بسمل هو حقيقة إحنا يعني درسنا وفكرنا إنه شنو فعليًا اللي تحتاجه الأم بهاي المرحلة. فبسمل هو من أمهات مثلكم إلى ومبين هيك أمهات بمشاعر مو إلكم. طبيعية مليان صراحة. مشاعر، بسمة مليان مشاعر. فهو إحنا يعني من فكرنا بهاي الفكرة قلنا إنه الأم شنو راح تحتاج، راح تلاقيه بمكان يحس بيها، تمام؟ يحس بهاي المرحلة الحساسة اللي هي تمر بيها. ترى مرحلة ما بعد الولادة مرحلة كلش حساسة حساسة وعاطفية ومهمة. ومهمة طبعًا، لأنه أنا دا أبدي مرحلة أنشئ فد شي جديد أي. وأكبّره، تمام؟ فأني من دا أداري الأم، دا يعني أداري الشخص اللي مسؤول عن التنشئة، مم. دائمًا لأن التركيز وين العاتق يروح؟ يوقع على عليها الطفل، أكثر هي. طبعًا مم. التركيز دائمًا يكون ترى على الطفل، نعم. قليل يكون التركيز والspot على الأم، تمام؟ فإحنا من فكرنا بالأم والطفل الاتنين سوا، قليل اللي يكون التفكير على الأم أيضًا، لأنه دايمًا التركيز على النونو، شنو يحتاج النونو، شنو نجيب للنونو، شنو نجهّز للنونو، بس هي الأم مو كلش تفكر أني نفسي شنو أحتاج، صح. تمام؟ فبسمل يعني فعليًا هو مشروع مليان مشاعر. هو مبين من دا تحكين عنه، مبين حتى بتعابير وجهك. زين، شنو الحالات اللي كلش قاعد تجيك من خلال السوشيال ميديا، أو تحسين هي هاي المشاكل قاعد تتكرر عند الأمهات؟
أكثر شيء أشوفه ويا الماميات خلال فترة يعني ما بعد الولادة هي المشاكل اللي تتعلق بالألم. إمم. ألم ممكن خلال فترة الرضاعة، التقام خاطئ بإدرار الحليب، ممكن إنه صار أكو استعجال بإدخال الحليب الصناعي بالفترة إمم. الأولى، الأم شوية تتندم. لازم نرجع إنه إحنا نفكر بخطة مناسبة حتى نرجع الحليب. فهذه كل المشاكل يعني اللي خلينا نقول الأكثر تداولا عند الأمهات. يبقى أكو شغلات ثانية هي ما نقدر نعتبرها مشكلة، بس ممكن إحنا نوفر لها حلول. مثلا الفطام، ممكن إحنا نفكر بخطة فطام إمم. تدريجي، بدل ما إنه أنا أفطم على غفلة وأخلي لون وصبر وأكره الطفل تعذيب بمكان نفسي عافية وهو صغير. بالتعذيب. يعني هو مكان اللي الطفل حس بيه بالأمان سنة سنتين، على غفلة صار مكان مكروه، وأقول له إمم. وابتعد إمم. وخلي ريحة وأخلي طعم صح. حتى الطفل بس يكرهها. لا، احنا نقول لها احنا ممكن نسوي خطة فطام تدريجي، الطفل بيتعقد يبقى حاب الأم، يكون الموضوع سوفت إمم. إلك وبنفس الوقت لطفلك. فمو كلها هي مشاكل، اكو امهات هم جايين حتى يتعلمون، يكون يعني هي عندهم من وعي البدايه. أكثر. اي اكيد، وخصوصا بالتجارب اللي هي الثانيه الثالثه اكثر من التجربه الاولى. إمم. احنا دائما الامهات البكريات يجون الاستشارات قله، إمم. عكس التجارب اللي هي تكون عندها ولادات متعددة. هي هنا صارت حاسة بأهمية الرضاعة وبقيمة الرضاعة، إمم. وتعرف أنه مشاكل الرضاعة إذا ما انحلت بالمربع الأول تبدي تتفاقم، وهي اللي راح توقع بيها الأم نفسها. شو وقت الأم تحس إنه هي حاليًا في مرحلة تحتاج استشارة أو شخص مختص؟ المفروض إحنا ما ننتظر إنه تصير مشكلة حتى نفكر نروح لشخص مختص. إمم. يعني تتذكرين خلال يعني حوارنا كررنا كلمة ثقافة، علم، معرفة، إمم. لأنه هذا ممكن إحنا ما نوصل أصلا للمشكلة. إحنا إذا صار أكو معرفة كافية ما راح نوصل لمرحلة إنه إحنا وقع الفاس بالرأس، لا، إيه. إحنا حنكون مرتاحين. زين، لأنه من البداية أنا أعرف إيش وقت يكون الحليب كافي، أتعلم شلون الطفل دا يرضع إمم. ويكون دا ياخذ احتياجه من الحليب، إمم. الالتقام إيش وقت يكون صح وإيش وقت أنا لازم أراجع مختص. تمام. إمم. إيش وقت أنا خطة الفطام بالنسبة لي تكون صحيحة، تكون تدريجية، مدى تكون مفاجئة، إيش وقت إدخال الطعام دا يكون مثالي، إيش وقت أنا أكون مدى أجبره، مدى أخلي عليه ضغط. فهذه إمم. كلها إحنا ممكن نعالجها بالمعرفة. صح. زين، شنو نوع الاستشارات اللي أنتِ تاخذيها من خلال عملِك؟ أم، آه، يعني أكو مستهدفة فئة معينة؟ أكثر فئة هي الأمهات اللي هم بمرحلة الحمل، إمم. ممكن من البدايات إلى مرحلة الولادة، فترة النفاس ما بعد الولادة، نعم. إلى وصولا مرحلة الفطام وحتى مشاكل الأكل ممكن نساعدهم بيها. كلش زين هذا الشي. طبعًا إحنا كلش نحتاج هاي التوعية والثقافة، وما نظل نعتمد على آخرين وناخذ معلوماتنا من ناس ممكن هي ما عندها تجارب يعني ناجحة. وأحس إنه الناس اللي مختصة بهذا المجال وهذا العمل هي فعلًا قادرة تغيّرك وتساعدك، أحسن ما ألتجي أني شخص ها تعال ساعدني، ها أنا ضايع ما أعرف شي. واحد يتلاحق نفسه إحنا مثل ما نقول، وينقذ نفسه من الضياع هذا اللي دا يعيش بيه. دكتورة، وأنا البارحة دا أشوف بصفحتِك بالإنستغرام، فشُفت هواية تجيك رسائل من بنات يقولوا لِك إنه إحنا كلش تغيّرت حياتنا، أني بخلال هاي فترة النفاس أو من جيت أريد آخُذ قرار، كلامِك أثّر بيّا بشكل كلش كبير. شنو هاي الرسالة اللي هي كلش دا تأثّر بالأمهات اللي دا توصّليها إلهم، واللي ممكن اليوم أكو ناس مو كلش دا تتابع بشكل مكثّف لهاي التفاصيل، فهذولا شنو تريد توصّلي لهم؟ مثل ما هذولا تغيّروا حياتهم، صاروا صحيين أكثر وقدروا يطلعون حتى من المشاكل اللي دا يعانون من عدها. يعني يمكن يجوز أوفر لهم أجواء تشجيع حتى ثقتهم تزيد، إنه أنتِ تقدمين كل اللي تقدرين عليه وأنتِ كافية، والضغوط اللي حواليك لازم تعرفين شلون تتعاملين وياها. نسوي لهم خطة بما يتناسب ويا حالتهم، بحيث هي تعرف وين الثغرات تقدر إمم. تتعامل وياها. فخلال فترة قصيرة تحس إنه الثقة رجعت لها، طفلها صار أحسن، إمم. عرفت وين الإشكاليات اللي كانت فايدتها مثلًا، وهي ما تعرف إنه هذه نعم. تعتبر مثلًا مشكلة بسيطة لها حل هم إمم. بسيط، بس راح يكون أثرها كلش كبير. أنتِ إن شاء الله هم أثرِك كلش كبير، يعني حبيبتي. ما شاء الله أنا أشوفِك صعب اليوم تغيرين تفكير لين هي تكون عندها مشاعر كلش جياشة تجاه طفلها، وتكون متأثرة بالمحيط، وتريد تتعلم من أمها وتطبّق على أولادها، طبعًا. فرسالتِك كلش كبيرة ويراد لها خلق صراحة، ويراد لها أكيد. طاقة هم كلش كبيرة، وإن شاء طبعًا. الله تقد هذا الموضوع. حبيبتي إن شاء الله. آآ
عاشت إيدِك دكتورة، أني حبيبتي. كلش سعيدة بهذا اللقاء، صراحةً أثلجتِ قلبي يعني مثل ما يقولون، يعني هيجي المواضيع هاي أحسها يحتاج لها دائمًا نوعي بيها، دائمًا نحكي بيها، رغم ممكن الناس يقول لك هذول بطرانين، هسه هو الطفل إيش بيه، والله تكبرون الأشياء وتزيدون المشاكل والعقد النفسية، فوجودِك كلش مهم بهاي المواضيع، أني صراحةً هسه يعني غير متزوجة وما عندي أطفال، بس أحب أستفاد من المعلومات اللي تنزّليها، أحب يكون عندي وعي بهاي التفاصيل. هو طبعًا تدرين شنو، مو شرط اللي أنتِ تكونين أو يكون عندِك بيبي حتى فعلًا. أنتِ توعّين نفسِك، وأنتِ قلتِ إنه خاصة المرأة لازم تكون عندها ثقافة عامة بكل التفاصيل من كل شيء شيء، فهذا الموضوع صح. كلش مهم. طبعًا إحنا نرجع ونقول شكرًا للبيبي جوي على اهتمامها اليوم بالأم والطفل، وخاصة بموضوع الرضاعة الطبيعية. نشوفكم إن شاء الله ببودكاست آخر ويا ضيفة مميزة.